تيجوا نعمل طاسة الجمبري الخطيرة دي من غير خطوات كتير، من غير ما نتبل الجمبري، من غير ما نقف كتير في المطبخ. طعمها يعني خطير بجد. بصوا، يمكن دي احلى وصفة جمبري هتجربوها، ومفيش وقت، يعني ما بتاخدش حتى 10 دقايق، ما بتكملهمش. بس النتيجة زي ما انتوا شايفين كده، حاجة كده خطيرة. بصوا الجمال، انا اصلا ما كنتش قادره احط شوكه وادوقها. بصوا بقى، معلقه زيت في طاسه، مش كتير، مش زيت كتير، يعني زيت بسيط قوي، مش محتاجين زيت كتير. احنا بس هندي للجمبري تشويحه. طبعا الجمبري مغسول ومفتوح من الظهر، او مش عايزين تفتحوه هنسحب منه السلسله باي حاجه رفيعه زي خله اسنان او كده. انا فتحته عشان الطعم يوصل ليه من جوه، لانه هو يعني هنعتبره باتر فلاي، فلازم يكون مفتوح. تمام، انا فتحته قوي، فكان يعني شبه عنده حالة من شلل الاطفال زي ما انتوا شايفين كده. عشان انا فتحته جامد شوية، بس مش مشكلة، ما اثرتش في حاجة. المهم ان هو يكون مفتوح من الظهر، او على الاقل شايلين منه السلسلة الرملية. وهنبتدي ننزله في طاسة سخنة بمعلقة الزيت. ولو حسيتوا ان الزيت قليل شوية ممكن نزود معلقة بمعلقة. المهم ان احنا مش بنحط زيت كتير، احنا بس عايزين الجمبري يعني ياخد اللون الحلو ده، وبرده هو بيكون بيستوي، لان الجمبري ما بياخدش وقت كبير في السوا. اهم حاجة ما نحطش زيت كتير. هنخلص بقى باقي الكمية كلها بنفس الطريقة، نحط معلقة زيت ونحط الجمبري ويتشوح ياخد اللون الحلو ونخرجه على طول. عايزه اقول لكم ان دي من احلى وصفات الجمبري اللي هتجربوها، ومن اسرع واسهل الوصفات. مش محتاجه خطوات ولا مكونات كتير، ولا بنتبل الجمبري، مش بنعمل اي حاجه غير حاجات بسيطه قوي. يعني لو ما بعرفش اطبخ او ما بحبش اطبخ، فالوصفه دي يعني بتنفعكوا قوي. بصوا بقى، بياخد اللون وبيستوي خلاص، بنطلعه. احنا كمان مش عايزينه ني، احنا عايزينه مستوي. هو اصلا كده يتاكل، بس طبعا مش متبل، يعني مش هيبقى فيه غير طعم الجمبري بس. بصوا عنده شلل اطفال. بس مش مهم، ما اثرش على طعمه نهائي. كده خلاص، نبتدي بقى ان احنا نحضر الصوص اللي هنحط فيه الجمبري. طاسة تانية عشان خفت الطاسة دي تتحرق، هنحط فيها حتة زبدة. طيب انا ما عنديش زبدة، عادي بزيت، بس الجمبري بيحب الزبدة. طب ما عنديش زبدة كتير، زبدة وزيت، بس لازم زبدة. وهنحط فيها حوالي معلقة كده من الثوم. نشوحهم كده في الزبدة كويس، مش بياخدوا لون ولا اي حاجة، هي بس يعني مجرد ما التوم كده ريحته تطلع كده مع الزبدة، مش محتاجين اكتر من كده يعني تشويح. كان عندي بقى شوية كريمة كده في الفريزر، حطيتهم عليه. طيب ما فيش كريمة، قشطة وش اللبن، يعني دي كريمة بس كانت متماسكة شوية. قشطة وش اللبن، مش شرط كريمة طبخ، ممكن قشطة وش اللبن كده لو متحوشة عادي. وكان عندي شوربة جمبري، حطيت كده شوية. طب ما عنديش شوربة جمبري، هنحط مكعب مرقة ندوبه في شوية مية سخنة ونحطه، مفيش برضو أدنى مشكلة. هنقلب تقلبتين كده بس، وبعدين هننزل بقى بالجمبري، وطبعا نظبط الملح، وندي بقى للجمبري تقليبة ونسيبه كده يبقبق مع نفسه شوية.
وكده بيكون جاهز، بياخد بس رشة شبت وبيكون طعمه تحفة. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.